بفيديو اليوم راح نتكلم عن قصة هانسل وغريتيل الحقيقية، واللي ظهرت قصتهم بأكثر من سلسلة ومنهم ديزني، وحتى ظهروا بسلسلة سيمسون. وبوحدة من الحلقات ظهر كتاب مكتوب على غلافة اسم الأخوة جريم. القصة بها قسمين، قسم للأخوة جريم والقصة الشعبية والجانب اللي أخفوه الأخوة جريم بقصتهم. وكالعادة قبل ما ندخل للقصة الأصلية نروح لقصة الفيلم حتى نعرف الفرق بين الفيلم والقصة الحقيقية والقصة الشعبية. تبدأ القصة من فيلم ديزني بمنزل بوسط الغابة، واللي ساكنين البيت هم هانسل وغريتيل، والدهم وزوجة والدهم اللي كانت تتصرف بشكل شرير مع الأطفال. بيوم من الأيام والدهم كان يشكي لزوجته عن صعوبة المعيشة، وأنه دخله المادي جدا ضعيف وما راح يقدر يوفر لهم أكل. زوجته اقترحت عليه بأنه ياخذ الأطفال ويتركهم بوسط الغابة. طبعا الأب عصب كلامها ورفض، ولكن رجعت مرة ثانية وقالت له يموتون 2 أفضل من يموتون 4 أشخاص. وابوهم بعدها يوافق، ولكن ما يعرف بأنه الأطفال ما كانوا نايمين وكانوا يسمعون كلامهم. الطفلة صارت تبكي وأخوها قال لها لا تخافين عندي خطة. بعدها طلع برا وصار يجمع الحصى ورجع نام. وصار الصبح وابوهم أخذهم معاه على الغابة حتى يسوون اللي اتفقوا عليه هو وزوجته. وهم ويمشون هانسل كان يرمي الحصى على الطريق، وبعد ما وصلوا نص الغابة أشعلوا النار، وابوهم أخبرهم بأنه راح يظلون يم النار لأن هو رايح يجمع الخشب. ولكن الأطفال يغلبهم النعاس وينامون، وبعدين يقعدون وهم بوحدهم بالغابة. وصار الليل. هانسل وأخته رجعوا على البيت عن طريق الحصى اللي كانوا يرموه، وبعد ما وصلوا استقبلتهم زوجة أبوهم وكانت جدا مزعوجة. بعد كم يوم الأكل صار يخلص عندهم مرة ثانية، وزوجة الأب تقول لزوجها لازم هالمرة نوديهم على مكان أبعد، وباليوم اللي بعده ياخذونهم مرة ثانية. وهالمرة هانسل ما كان يعرف فما حضر حصى، وصار يكسر الخبز ويرميه على الطريق. ومثل ما صار أول مرة هم يشعلون نار والأطفال ينامون، ولكن هالمرة من يقعدون من النوم يتفاجئون بأنه الغربان أكلوا الخبز وضيعوا الطريق. 3 أيام وهم يمشون بالغابة، وباليوم الرابع شافوا بيت مصنوع من الحلوى، وهم كانوا جدا جوعانين فراحوا وصاروا ياكلون من البيت. وفجأة سمعوا صوت امرأة عجوز تقول منو ياكل من بيتي. بعدين طلعت لهم ودخلتهم على بيتها وصارت تقدم لهم أكل. باليوم اللي بعده ظهر وجهها الحقيقي وطلعت ساحرة وحبست الولد وخلت أخته تسوي له أكل حتى ياكل ويسمن وبعدين هي تاكله. الساحرة كل يوم تجي وتفحص الولد وتلمسه حتى تشوفه صار سمين لو بعد. والأخوين يكتشفون بأنه الساحرة كان نظرها ضعيف، فالساحرة كل ما تجي حتى تلمس الولد حتى تعرف سمن لو بعد كان الولد يعطيها عظمة. بعد 30 يوم الساحرة نفذ صبرها وتقرر بأنها تاكل الولد. الساحرة أمرت البنت أنها تشعل الفرن حتى تطبخ الولد. البنت قالت للساحرة بأنه الفرن مو راضي يشتغل، فالساحرة راحت تشغل الفرن. البنت دفعت الساحرة وغلقت باب الفرن عليها، والساحرة احترقت بالفرن. وهم وطالعين من البيت يشوفون ذهب وياخذونه معاهم ويروحون على بيتهم القديم. ومن يوصلون يشوفون والدهم ويسألونه عن زوجته، فيقول لهم ماتت، ويعطون الذهب لأبوهم. وتنتهي قصة الفيلم من ديزني. وهسه تعالوا للقصة من الأخوين جريم، بعدين نروح للقصة الشعبية. القصة من الأخوين جريم وتم إصدارها سنة 1857، والقصة بالكتاب لطفلين اسمهم نينو ونينا، وكان والدهم يشتغل بالحطب وزوجته كانت تكره الطفلين. بيوم من الأيام قالت لزوجها بأنه يترك أطفاله بالغابة، والسبب هي أنه غير مستعدة تربي أطفال مو أطفالها، عكس الفيلم اللي كان على مود المادة. الأب أخذ الأطفال ووداهم لمكان بعيد بالغابة وأعطاهم سلة من الفواكه وتركهم، ولكن الأطفال يرجعون على البيت بنفس الطريقة اللي بالفيلم عن طريق الحصى لأن كانوا يسمعونهم بالليل. بعد ما رجعوا على البيت زوجة والدهم قالت لأبوهم بأنه هالمرة توديهم مكان أبعد، وإذا رجعوا أني ما راح أظل عندك بالبيت. والأب وداهم لمكان أبعد، ولكن هالمرة الأطفال ضيعوا طريق الرجعة للبيت ويمشون بالغابة ويطلعون لهم كلاب حراسة ويخافون، وكل واحد منهم يروح بطريق بوحده. بعد ما كل واحد راح بطريق الكلاب حاصروا الولد ووجهوا الحراس وأخذوه على القلعة وبعدين على القصر الملكي. وبعد فترة طويلة يصير الولد أشهر نحات بالمدينة، ولكن البنت اللي هربت من الغابة وصلت على الجهة الثانية وصارت قدام البحر وقابلت القراصنة، والقراصنة أخذوها معاهم. وبعد فترة طويلة ترجع على المدينة بعد ما أخوها صار معروف، فحكت للناس قصتها وسألت عن أخوها وودوها عليه. وبعدين يروحون على بيتهم القديم، والأمير يعاقب زوجة أبوهم ويخليها بداخل برميل مليان خمر ويرميها من مكان مرتفع وتموت.
تموت، ويرجعون الأخوة ويعيشون ببيتهم مع والدهم. وهاي كانت القصة من الأخوين جريم. وهسه تعالوا للقصة الأصلية اللي حرفيا راح تصدمكم. القصة الشعبية تبدأ بعائلة فقيرة عايشين ببيت بوسط الغابة. يسكن البيت أب وأم وطفلين، يعني هي كانت أمهم الحقيقية مو زوجة والدهم. وبتلك الفترة صارت مجاعة، والناس كانوا ياكلون جذور الشجر من شدة الجوع. بوحدة من الليالي أمهم قالت لأبوهم ما ظل عندنا أي شيء ناكله، وإذا خلينا الأطفال معانا راح نموت كلتنا، الأفضل نخليهم يموتون بعيد عنا بالغابة، وإذا ما توافق أنا راح أترك البيت وما أرجع أبد. الطفلين سمعوا كلام أمهم وهي تريد تتخلص منهم، ومثل ما صار بالفيلم وداهم للغابة وتركهم، ولكن هم رجعوا. ومرة ثانية هم وداهم ولكن ضاعوا بالمرة الثانية. 3 أيام وهم يفترون بالغابة وهم بدون أي طعام. وهم يمشون بوسط الغابة شافوا بيت كان طالع منه دخان ويشمون رائحة الطعام. الأطفال راحوا على هذا البيت ودخلتهم امرأة عجوز وصارت تطعمهم. ومن صار الليل الأطفال شافوا باب سري وفتحوه، ولكن تفاجئوا بكمية العظام البشرية. بعدين فاتت عليهم الامرأة العجوز وحبست الولد بقفص، وأخبرتهم بأن بيتها عبارة عن فخ للأطفال اللي أهلهم يرموهم بالغابة، وهي كانت تستدرجهم وتاكلهم. يعني هانسل وغريتيل ما كانوا أول طفلين أهلهم يرموهم بالغابة، وهالشي صار لأنه انتشرت المجاعة بتلك الفترة. وبعدين صارت تأمر أختها بأنه تسوي له أكل حتى ياكل ويسمن. وتكملة القصة هي نفس القصة اللي البنت دفعت الساحرة بداخل الفرن. هانسل وغريتيل شافوا ذهب، أخذوه وهم ويمشون شافوا الحصى اللي رموه بالمرة الأولى، وعن طريقة رجعوا على بيتهم. بعد ما وصلوا البيت شافوا أبوهم وأعطوه الذهب وسألوه عن أمهم. أبوهم أخبرهم بأن أمهم ماتت من يومين بسبب المرض. وهاي كانت قصة هانسل وغريتيل من الرواية الشعبية. والفرق بين الرواية الشعبية والرواية من كتاب الأخوين جريم فيلم ديزني. وهسه وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.